سنة القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد. ننتقل إلى شيخنا الفاضل وهو غني عن التعريف في الساحة المريدية، فهو من الأساتذة الذين كتبوا كثيرا وشرحوا كثيرا وساهموا بما في جعبته من علم ومن بركة للأمة الإسلامية. فالشيخ شيخنا مبكي عبد الودود هو منسق عام لإدارة مدارس المجمع الجديد مجمع الشيخ أحمد بامبا، وهو مدرس ومحاضر وكاتب وإلى آخره. فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته، والموضوع هو دعوة الشيخ الخديم، دعوة الشيخ أحمد بامبا وأثرها في المجتمع السنغالي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي أصحاب الفضيلة والسعادة والمعالي، ونحيي دائرة خدمة الخديم، ونحيي أبناءنا من الطلبة والطالبات السنغاليين وغيرهم، ونحاول الإجازة إلى أقصى حد ممكن، لأن الإخوة طلبوا مني ذلك، ولذلك أضع جانبا الخطة التي وضعتها للمحاضرة، وأحاول أن أقف معكم على محطات مهمة في حياة الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه. وأول ما نقف عليه هو السياق التاريخي الذي ظهرت فيه دعوته. الشيخ أحمد بامبا ولد في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. والفترة السابقة لهذا الوقت، لهذا العصر، عرف في السنغال بتوترات سياسية وعسكرية بين ثلاث طوائف، بين بقايا السلطات التقليدية التي كانت تحكم البلاد. كانت توجد إمارات في البلاد، وهذه الإمارات كانت تتقاتل فيما بينها من جهة، سلطات الاحتلال الفرنسي أيضا دخلت على الساحة، وكذلك بعض زعماء الدين الذين استخدموا الجهاد المسلح. إذن ثلاث طوائف اجتمعوا على الساحة وحدث نزاع فيما بينهم، وانتهى الأمر لصالح الاحتلال الفرنسي. قضى على السلطات التقليدية وقلل من نفوذ زعماء الدين. في هذه الظروف ظهر الشيخ أحمد بامبا وعاش شيئا من هذه التوترات ومن هذه الأحداث. هذا الأمر إذن لابد أن يؤثر فيه، كما
بين كاتب سيرته أو مسيرته الشيخ محمد البشير مكي رضي الله عنه وهو ابنه وهو من أبنائه، لكنه كاتب مسيرته الروحية خاصة. هذه هي المحطة الأولى. إذن السياق التاريخي سياق متميز بالتوتر والنزاع بين أطراف مختلفة. كما نعرف ولد عام 1270 من الهجرة، 1854 من الميلاد، واسمه محمد أو أحمد. سميه الذي أطلق عليه اسمه معروف بمحمد، محمد بامبا سال. محمد الذي يسكن في قرية بامبا، بامبا قرية كان يسكن فيها سميه أي الذي أطلق عليه اسمه. سمي هذا كان مدرسا لوالده، ومحمد ابن محمد ابن حبيب الله ابن محمد الخير. إذن اسمه الحقيقي محمد أو أحمد، لكنه اختار لقب عبد الله وخديم رسوله، يقال له خادم الرسول أو خديم الرسول، ويقال نحن نقول الشيخ أحمد بامبا أو نقول الشيخ أحمد الخديم، لكنه اختار لنفسه لقب عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم. تكوينه العلمي بدأ التعلم مبكرا، وكان حريصا على طلب العلم، لم يكن له هم إلا طلب العلم. كان متميزا، وأخبر بنفسه أنه لم يكن يوجد في المدرسة من يساويه أو يقاربه في الاهتمام بالعلم إلا شخص واحد، لكنه قال لكنني تفوقت عليه في الورع. إذا كان إلى جانب حرصه على طلب العلم كان أيضا شديد الورع منذ صغره ومنذ فترة طلبه للعلم. تعلم القرآن، حفظ القرآن، تعلم العلوم الإسلامية والعربية على يد والده وأخواله وأعمامه والقاضي المشهور القاضي مجاحة كلا الذي كان مشهورا بإحاطته باللغة العربية، كان آخذا بزمام اللغة العربية، وهو الذي يمكن أن نقول كون الشيخ أحمد بامبا في هذه الناحية، في ناحية خاصة الشعر. كان القاضي معروفا بعلمه بالعروض والقافية وبالعربية بوجه عام، وكان هو الذي يصحح للشيخ أحمد بامبا، يسأل أشعاره في بداياته. لكن القاضي في الأخير قال له كنت ابنا فصرت أستاذا، كنت ابنا لنا نعلمك ونصحح لك، لكنك الآن أستاذ. الآن حين تخرج شعرا لا تحتاج إلى أن أراجعه وأصححه، ولكني أنا أحتاج إلى شعرك ليحفظه وليتمتع به. إذن كان حريصا على طلب العلم، وكان حريصا على اقتناء الكتب. نقطة، كان في حاجة أول كتاب حصل عليه، يقول إنه حصل عليه بهذه الطريقة: وجد من يبيع هذا الكتاب ب3 دراهم ولم يجد هذا المبلغ، فجعل مع بائع الكتاب في البلاد 3 أيام حتى أعطي
ملبسا ثيابا ثوبا يمكن قميصا أو قفطانا أو جلابية مثلا، وهو في حاجة شديدة إلى هذا الملبس، لكنه عرضه على صاحب الكتاب فقبل وأعطاه لصاحب الكتاب مقابل الكتاب. هذا يدل على مدى حرصه على اقتناء الكتب. تكوينه الصوفي كان ذا نزعة صوفية في سن مبكرة، وهذه نقطة، لا معنى النقطة هل يدل على أنه خيالي، لكن هذا واقعي، أمر واقعي. إذن قصة قبل أن يدخل الكتاب، إذن قبل أن يبلغ سن التعلم، كان يسمع من والديه يقولون إن من دأب الصالحين قيام الليل. قيام الليل بالولفية نستخدم عبارة ترجمة حرفية، قيام الليل نستخدم ترجمة حرفية، قيام بالمعنى اللغوي، ولم يكن يفهم المقصود، لا يفهم إلا المعنى اللغوي من القيام، لكنه يريد أن يكون من الصالحين وهو لم يبلغ بعد سن التعلم، فكان إذا دخل الليل يقوم يقف طوال الليل لأنه يريد أن يكون من الصالحين، وسمع أن من دأب الصالحين قيام الليل، ولم يكن يفهم من قيام الليل إلا الوقوف، فكان يقف الليل لأنه إذن في وقت مبكر جدا كانت له همة عالية، كان يريد أن يكون من الصالحين. بدأ يستعمل الورد القادري. الورد القادري هو الورد الذي كانت تستعمله أسرته، أبوه كان يستعمل هذا الورد، أعمامه وأخواله كانوا يستعملون هذا الورد، وهو أخذ الورد عن أبيه، فأخذ يستعمل هذا الورد، وبعد ذلك بفترة استعمل الورد الشاذلي والورد التجاني، لكنه في النهاية ترك الأوراد كلها وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلته الوحيدة مباشرة، إلى أن تلقى ورده الخاص، تلقى في وقت متأخر، لكنه جعل الرسول واسطته وسيلته المباشر دون الوسائط، وذلك في رأس القرن الرابع عشر الهجري. يقول إنه نوى ذلك عام أسش، إذن أول في بداية القرن، وأضمرها أو أضمر ذلك في أيسش 1311، وأظهره في جيشس 1313، وهو العام الذي نفي فيه إلى الجابون. إذن العام الذي بدأ فيه اصطدامه بسلطات الاحتلال الفرنسي. هذا مسيرته إذن الروحية وتكوينه الصوفي. كان ذا نزعة صوفية منذ طفولته المبكرة، استعمل الأوراد المعروفة في ذلك الوقت، ثم جعل الرسول وسيلته الوحيدة وبدأ يخدمه، وهذه الخدمة له هذه المراحل. والبروفيسور جالاي يبدو أنه من أوائل من تكلموا عن هذه المراحل للخدمة: النية، الإضمار، الإظهار. إذن اصطدامه بسلطات الاحتلال الفرنسي بدأ في عام 1895. نفي إلى
Gabon. لماذا نفي إلى جابون؟ ما السبب في اصطدامه بسلطات الاحتلال الفرنسي؟ في ذلك الوقت كانت فرنسا انتهت من الاحتلال العسكري. كل المقاومات خضعت في ذلك الوقت. كل المقاومات المسلحة كانت قد خضعت لفرنسا، وأنهت فرنسا الاحتلال العسكري، وكانت تبدأ في الاحتلال الفكري الثقافي، والشيخ يريد أن يقاوم هذا الاحتلال الثقافي الفكري. لذلك يقول إنه يجاهد، لكن جهاده بالعلم والتقى. ومقالكم إني أجاهد صادق، إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. إذن هذا هو السبب الحقيقي وراء اصطدام الشيخ بسلطات الاحتلال. الفرنسيون كانوا يريدون احتلال عقول الناس وقلوبهم، والشيخ كان يريد أن يمنع ذلك، أن يمنع احتلال العقول والقلوب. فبقي في أيديهم 33 عاما، ما يقرب من نصف عمره، وعاش 75 عاما. 33 عاما الأخيرة قضاها في أيدي سلطات الاحتلال، ما بين نفي إلى الغابون. والغابون في ذلك الوقت كان طقسها طقسا رديئا لمن هو غريب في هذه البيئة. إذا من يسكن غرب أفريقيا في ذلك الوقت حين ينفى إلى الغابون يكون من المنتظر أن يتضرر بأمراض خطيرة، وحتى يمكن أن يموت. وهذا حدث لكثير من الذين نفوا إلى الغابون، توفوا هناك، ماتوا. هم قالوا نغربه، هو يقول تغريب، إذا ننفيه إلى الغابون، إما أن يموت حتف أنفه، وإما أن يصاب بأمراض خطيرة يمكن أن تسبب في وعلى كل حال حين ينفى إلى الغابون دعوته تنطفئ. هذا ما كانوا يريدون، أن تنطفئ دعوته إذا نفوه إلى مكان بعيد، ويمكن أيضا أن يموت كما مات كثيرون غيره ممن نفوا إلى الغابون. لكن الله حفظه وحماه وردوه إلى السنغال، ثم أخرجوه إلى موريتانيا. لماذا موريتانيا؟ الشيخ سيدي بابا كان صديقا له للشيخ، وكان من قبل شيخا له. الشيخ سيدي بابا كان شيخا للشيخ أحمد بامبا في وقت من الأوقات، لكن بعد أن تعلق الشيخ بالرسول مباشرة أصبحت بينهما علاقة أخوة. فكان الشيخ سيدي يحبه ويكره أن يصيبه ضرر، فطلب من سلطات الاحتلال أن يأتوا به إليه هو في موريتانيا ليطمئنوا هم على أنه لا يقوم بما يضرهم. يمكن أيضا أن يفكروا في أنه إذا ذهب إلى موريتانيا لا يمكن أن يظهر أمام العلماء الموريتانيين المشهورين بالعلم وبالصلاح وبكل هذه الأمور، وهو الأسود الزنجي في نظرهم سيصاب بعقدة دونية أمام الموريتانيين، ولا يفكر في توسيع دعوته. لكن عكس ما حدث هو العكس. الموريتانيون أنفسهم حين فهموا حقيقة أمره كثيرون منهم بايعوه وأصبحوا تلاميذ له وأتباعا له. ثم أرجعوا إلى السنغال مرة أخرى، لكن تحت إقامة جبرية في مكان
بعيد منعزل، يريدون أن يكون بعيدا حتى يصعب على أتباعه، حتى يصعب عليهم إتيان هذا المكان لزيارته من ناحية أخرى، حتى يتمكنوا من مراقبته أيضا. هذا المكان هو تشين في منطقة اسمها جولف، وبقي هناك 5 سنوات ثم نقل إلى جربل تحت إقامة جبرية أيضا. لماذا جربل؟ جربل حين في ذلك الوقت كانت مدينة إذن فيها حضارة غربية وثقافة غربية. هم يريدون إذا أتى الشيخ إلى هذه المدينة، إذا سكن هذه المدينة وسكن معه أتباعه في هذه المدينة، ستغلب عليهم حياة المدينة، وسيتغيرون ويصبحون شيئا آخر غير ما أراده الشيخ. الشيخ كان ينعزل بهم ليربيه، كان ينعزل بهم في طوبى، كان ينعزل بهم في دار السلام في مكة. هم يريدون أن يختلطوا بمن تأثروا بالثقافة الغربية ليتأثروا أيضا بهذه الثقافة. في النهاية سيتركون الشيخ ويركضون وراء المغريات المادية، لكن كل هذا لم يحدث. المهم هذه محطات في حياته، بقي في جربل حتى التحق بالرفيق الأعلى كما ذكر الأستاذ سنة 1346 1927. أركان هذه الدعوة 3 أركان. هذه الأركان كررها في كثير من كتاباته: العلم النافع، والعمل الصالح، والأدب المرضي. العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي. لم يقل العلم فقط، لكنه وصفه بالنافع، لأنه في مسالك الجنان ذكر كثيرا من أنواع العلم غير النافع. وبعض الإخوة ذكروا بعض الأبيات التي تبين أن العلم النافع هو الذي يسبب خشية الله، فالعلم ما أكسب خشية العليم، فمن خلا منها فجاهل مليم. إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. إذن العلم الذي يقصده هو العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي. هذه الأركان 3 لدعوته. وهذه الأركان أثرت في أتباعه، لها أثر في أتباعه. أما المبادئ فأهمها مبدأان. المبدأ الأول كسب الحلال وهو العمل، لكنه لا يقول العمل، لأن العمل يمكن أن ينتج حلالا ويمكن أن ينتج ما ليس حلالا، لكن العمل الذي يريده هو العمل الذي ينتج حلالا، الذي يكسب الإنسان حلالا. لذلك يستعمل مصطلح كسب الحلال أو طلب الحلال أو التماس الحلال. يلتمس الحلال كل ساعة بأكله يبدو الهدى والطاعة. كسب الحلال مهم في دعوة الشيخ، لأنه يقول إن كسب الحلال هو الذي يمكن الإنسان من أن يأكل الحلال. الذي يريد أن يأكل الحلال يكسب الحلال، وأكل الحلال يساعد الإنسان على العبادة. إذا أراد أن يعبد الله لابد أن يأكل الحلال. يقول الذي يأكل الحرام تصعب عليه العبادة، حتى إذا أراد أن يعبد الله يصعب عليه ذلك. من ناحية أخرى الذي يأكل الحرام إذا عبد الله لا تنفعه هذه العبادة. يقول
فكل حلالا إن أردت أن تطيع الله والرسول يا هذا المطيع. إذا أردت أن تطيع الله وأن تطيع الرسول فكل حلالا. من بالحرام عبد الله فلا يكون إلا نادما منسفلا. إذا من يعبد الله بأكل الحرام لا تنفع هذه العبادة. لا ينفع العلم ولا العبادة بالأكل للحرام عند السادة. الذي يأكل الحرام لا ينفع علمه ولا تنفعه عبادته. من أجل هذا كان يحث كثيرا على كسب الحلال. من ناحية أخرى كسب الحلال هو الذي يجعل الإنسان معتمدا على ذاته. الذي يكسب بنفسه يمكن أن يعتمد على ذاته، والذي يعتمد على ذاته يملك حرية التصرف. يملك حرية التصرف. كان يريد أن يكون أتباعه أحرارا في تصرفهم، أن يكسبوا وأن يعتمدوا على أنفسهم حتى يكونوا أحرارا لا يجرهم أحد إلى ما لا ينبغي. إذا كسب الحلال من المبادئ الأساسية في هذه الطريقة. والخدمة المبدأ الآخر الخدمة العمل التطوعي. لمن؟ لصالح من؟ لصالح الناس جميعا، لكن بصفة خاصة للشيخ. خدمة الشيخ، خدمة الوالدين، وخدمة الناس عموما. هذا المبدأ أيضا مبدأ مهم من مبادئ الطريقة المريدية. الخدمة، العمل التطوعي، وهذا المبدأ أيضا أثر في أتباع هذه الطريقة. إذا هذه هي أسس الطريقة ومبادئها وأركانها أولا ومبادئها. كيف أثرت هذه الدعوة في المجتمع السنغالي؟ التأثير ظهر أولا في أتباع الشيخ القديم، إذا في المريدين. المريدون يتميزون بأمور نتيجة هذه الأسس والأركان والمبادئ. يتميزون بالاحترام لشيوخهم وللعلماء والصالحين عموما، لشيوخهم خصوصا وللعلماء والصالحين عموما. هذا أمر معروف. السنغاليين يعرفون أن المريدين يتميزون بهذه الميزة، الاحترام التام لشيوخهم وللصالحين بصفة عامة. الطاعة أيضا، الطاعة التامة لقادتهم لرؤسائهم في الطريق. إذا الطاعة أيضا مبدأ أو أمر ميزة معروفة عند المريدين. العمل الحرص على العمل. أكبر أثرياء السنغال قديما وحديثا من المريدين، نتيجة حرصهم على العمل، نتيجة عدم احتقارهم أي عمل مشروع. هذا من تعاليم الشيخ، أن لا يحتقروا عملا ما دام مشروعا. الشرط أن يكون عملا مشروعا، أن يكون عملا مباحا، لكن لا يحتقروا العمل. وعلى هذا ساروا حتى أصبحوا أكبر أغنياء البلاد قديما وحديثا. هم الأكثرون، المريدون هم الأكثرون
في المهجر في الهجرة الداخلية أولا ثم الهجرة الخارجية. كل ذلك بسبب حرصهم على العمل لكسب الحلال وللتمكن من الخدمة. أمر آخر الإنفاق، المبادرة والمسارعة إلى الإنفاق في سبيل الله. فالمريدون يعطون هدايا كبيرة لشيوخهم، لكنهم يتبرعون في كل مشروع خيري يعود بالنفع إلى الناس عموما. إذن كل هذه أمور معروفة عند السنغاليين. إذن نحن في النقطة الأخيرة، وهي أثر هذه الدعوة في المجتمع السنغالي. قلنا إن هذا الأثر يظهر في المريدين أولا قبل أن يتعداهم إلى غيرهم من أعضاء المجتمع. من هذه الآثار التواضع، المريد المعروفون بالتواضع، احترام الغير، لا سيما الشيوخ يحترمون جميع الناس، لكن بصفة خاصة يحترمون الشيوخ وبصفة أخص شيوخهم. القاضي مجاحة كلا الذي ذكرناه، وهو المعروف بأخذه بزمام اللغة العربية، يقول في أتباع الشيخ، يقول ليبين احترامهم لشيخهم وطاعتهم مدى طاعتهم لأمره. يقول وتالله لو أن المربي قادهم لينفوا عن الأرض العداء زلزلوا الأرض. لو أمرهم شيخهم بمقاتلة الفرنسيين لزلزلوا الأرض، أي لقاتلوا الفرنسيين ولا أبعدوهم عن البلاد، ليبين مدى طاعتهم لشيخهم ومدى احترامهم لأوامر شيخهم. الحرص على العمل كما قلنا. سيدنا مباكي بوسو من أكابر أتباع الشيخ، وأيضا يصف أتباع الشيخ فيقول لا يعرفون سوى غشيان مسجدهم أو ودرس ألواحهم والحرس والجرد. إذا لا يعرفون إلا غشيان المسجد العبادة، ودرس ألواحهم العلم، والحرس بالجرد العمل كسب الحلال. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الثقة بالنفس والصمود أمام الغزو الفكري الفرنسي، هذا أمر مهم تميز به المريدون. الصمود أمام الغزو الفكري الفرنسي. كما قلنا حين بدأ دعوة الشيخ كانت فرنسا تريد غزو القلوب والعقول، والشيخ كان يريد مقاومته، وقد نجح في ذلك. نجح الشيخ في هذه المقاومة فحمى قلوب الناس وعقولهم، وخاصة أتباعه لم ينجروا وراء الحضارة الفرنسية والحضارة الغربية، حتى كانوا يمتنعون عن إرسال أولادهم إلى المدارس الفرنسية، المدارس التي بنتها فرنسا لفترة طويلة. حتى الآن كثير منهم لا يرغبون في تعليم أولادهم في المدارس الفرنسية، وكل هذا نتيجة مقاومة هذا الغزو الفكري الثقافي. الشيخ نفسه هيأهم لذلك،
نحن نعرف أن الإنسان الأسود كثير من الناس في مجتمعات كثيرة الإنسان الأسود ليس معتبرا وحتى بعض الناس من السود يكون عندهم عقدة الدونية كأنهم يتقبلون هذا الوضع. الشيخ بين لهم أن السواد ليس عيبا وأن السواد لا يقلل من شأن الإنسان، فليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم. حين ألف كتابه مسالك الجنان قال هذا الكتاب أنا الذي ألفته وأنا أسود، لكن سوادي لا يمنعك من مطالعة هذا الكتاب، لأن سواد الجسم لا يوجب سفاهة الفتى وسوء الفهم، وليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم. وفي محل آخر يقول وليس يوجب سواد الجسم عدم فوز بعظيم قسم. إذن ليس عيبا وليس أيضا عائقا. لون البشرة لا يكون عائقا أمام الإنسان، وهذا مما جعل في نفوسهم الثقة بالنفس والصمود أمام الغزو الفكري. كذلك خصص قصيدة لبيان أن الفرنسيين ليسوا أفضل من غيرهم. كل هذا لأن بعض الناس كانوا يعتقدون ذلك، لأن الفرنسيين تغلبوا عليهم عسكريا فظنوا أنهم أفضل منهم، لأنهم أفضل منهم تغلبوا عليهم عسكريا. الشيخ بين الانبهار أمام الحضارة الغربية. الشيخ بين أن الفرنسيين أناس كغيرهم، وألف قصيدة لهذا الغرب سمى هذه القصيدة إلهام السلام في الذب عن دين الإسلام. في هذه القصيدة يبين أن الفرنسيين أناس عاديون كغيرهم، ليسوا أفضل من غيرهم وليسوا ملائكة، لكنهم أخلاقهم في بعض الأحيان أخلاق سيئة. الاعتماد على الذات. المريدون من الجماعات التي تعتمد على ذاتها، تعتمد على نفسها. كثير من الإنجازات التي حققها المريدون حققوها بأنفسهم دون عون من غيرهم، ابتداء من مسجد جربل الذي بناه الشيخ. بدأ البناء عام 1918 في وقت أزمة اقتصادية عالمية في نهاية الحرب العالمية الأولى. حدثت أزمة اقتصادية عالمية، مع ذلك بنى الشيخ هذا المسجد بجهود المريدين، إذن باعتمادهم على الذات. جامع طوبى الكبير أيضا بني في ظروف صعبة بعد أيضا نهاية الحرب العالمية الثانية، قبل بداية الحرب، لكن الجزء الأكبر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وإنجازات كبيرة في طوبى، مكتب الشيخ القديم، المجمع الذي ذكر مجمع الشيخ أحمد القديم الذي يضم معهدا قرآنيا ومدرسة إسلامية تقليدية وتعليما عاليا يضم كليات مختلفة. كل هذه الإنجازات حققها المريدون بالاعتماد على أنفسهم. إذن الاعتماد على الذات من الآثار الظاهرة لدعوة الشيخ القديم. كما قلت
الآثار تظهر عند أتباعه أولا ثم تتسرب إلى بقية المجتمع. في البداية كان بعض الناس يتحكمون بالمريدين في تواضعهم، يتحكمون بالمريدين في احترامهم لشيوخهم، يتحكمون بالمريدين في إعطاء هدايا كبيرة لشيوخهم. كانوا يصفون ذلك بأنه ذل أو بأنه استغلال، لكن شيئا فشيئا بدأ المجتمع كله يقتدي بالمريدين في مثل هذه الأمور. مثلا في التأدب عند الحديث، عند الكلام عن الأنبياء مثلا أو الصالحين. في اللغة العربية كلمات عادية هي التي كانت تستعمل مثلا للتعبير عن الوفاة، الموت، للتعبير عن الزواج أو الزوج. الكلمة التي تعبر عن الزوج أو الزوجة، الموت أو الوفاة. توجد كلمات معروفة أصلية تعبر عن هذه المعاني، لكن المريدين لم يكونوا يستخدمون هذه الكلمات، وغيرهم ظلوا يستعملونها. لكن الآن لا يكاد يوجد سنغالي يستعمل مثل هذه الكلمات. لا يكاد يوجد أحد في السنغال يستعمل كلمة عند الحديث عن الرسول أو الأنبياء أو الشيوخ، أو حتى عند الحديث عن أبيه أو أقاربه. كذلك جكر وزوج. المريدون لم يكونوا يستعملون هذه الكلمة، وكانوا يقول مثلا بروم كر أو سري. في ده يقولون مثلا واجب لجي نقلو لقو. كلمات يعني ليست صريحة في الدلالة على الموت، لكنها من ناحية الأدب، من باب الأدب. جبر زوجة، الكلمة الأصلية جبر، لكن لا يقولون ذلك، يقولون سخنة مثلا. في أول الأمر الآخرون كانوا يقولون إنكم متزمدون، لما لا تسمون الأشياء بأسمائها. لكن الآن جميع السنغاليين يقتدون بالمريدين في مثل هذه الأمور. لا يكاد يوجد أحد الآن يقول جبر أو جكر، لكن يقولون برمكر، يقولون سخنة، يقولون سري، هكذا. في احترام الشيوخ، عدم الجلوس مثلا، عدم الجلوس فوق مع الشيخ، هذا من احترام المريدين لشيوخهم. الآخرون في بداية الأمر كانوا يتحكمون بهم، وكانوا يعتبرون ذلك ذلا أو تذللا، ويعتبرون من الشيوخ استغلالا. كسرة الهدايا أيضا كان يعتبر ذلك استغلال من الشيوخ. لكن الآن جميع الناس في السنغال، جميع الطوائف في السنغال يقتدون بالمريدين في مثل هذه الأمور. كلهم يحترمون شيوخهم كما يحترم المريدون شيوخهم الآن، لكن قبل ذلك كانوا يتحكمون بهم. إذا هكذا تأثير الدعوة الشيخ القديم تأثير ملموس في المجتمع السنغالي اليوم، عند المريدين وعند غير المريدين. وإن كان الأمر في البداية أن الآخرين كانوا يتحكمون بالمريدين، وأنهم كانوا لا يتقبلون مثل هذه الأمور. كما قلت، تركت جانبا ما أعددته وحاولت أن أتحدث معكم انطلاقا من محطات بارزة ورئيسية في حياة الشيخ، وأعتذر عما يمكن أن يكون في الحديث من نقص، ولا يخلو ذلك، لا يخلو من ذلك. أعتذر
وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله، لا فضل فوق، كلمة رائعة وعميقة، وليت كن لنا وقت أكثر حتى تفيضنا بهذه المعلومات، وهي معلومات ثرية حول الفكر المريدي. بارك الله فيكم وشكر مسعاكم. وكل من قدمني أوزارا فنبيه ومن أنصارا، وكل من أحبني أو ما إلي فجهه إذا أو ما